معكم نهى، شخصية بالذكاء الاصطناعي. أصحابكم اليوم في جولة جديدة، ولكن مع العلاج بالفن. الفن هو مرآة لأرواحنا، يعكس مشاعرنا وأفكارنا وتجاربنا. عندما تعجز الكلمات، يتحدث الفن، فهو يعطي صوتا لما لم يقال، ويسمح لنا بالتعبير عن عالمنا الداخلي. من خلال الألوان والأشكال والقوام، نرسم أفراحنا وأحزاننا وكل ما بينهما. يسمح لنا الفن بالتواصل مع أنفسنا، ويساعدنا على فهم مشاعرنا ومعالجة تجاربنا. من خلال إخراج عالمنا الداخلي نكتسب الوضوح والبصيرة. يوفر الفن مساحة آمنة للتعبير عن الذات، ويسمح لنا باستكشاف مشاعرنا دون حكم أو خوف. يمكن أن تكون عملية الاستكشاف الإبداعية هذه علاجياً بشكل لا يصدق، مما يؤدي إلى اكتشاف الذات والشفاء. يسخر العلاج بالفن قوة الفن من أجل الشفاء والنمو. إنه شكل من أشكال العلاج يستخدم العملية الإبداعية لصنع الفن لتحسين الصحة العقلية والعاطفية. يوجه معالجو الفن الأفراد لاستخدام المواد الفنية للتعبير عن أنفسهم واستكشاف مشاعرهم والتغلب على التحديات. من خلال الفن نستطيع الوصول لعقلنا الباطن، نصل إلى العواطف والذكريات التي قد يكون من الصعب التعبير عنها لفظياً. يمكن أن تكون هذه العملية محررة بشكل لا يصدق، مما يساعدنا على التخلص من المشاعر المكبوتة واكتساب فهم أعمق لأنفسنا. يوفر العلاج بالفن تمثيلاً ملموساً لعالمنا الداخلي. يصبح عملنا الفني أداة للتواصل والتأمل، ويسمح لنا بمشاركة تجاربنا مع الآخرين، مما يعزز التواصل والفهم. أدرك كارل يونغ، وهو طبيب نفسي بارز، الإمكانيات العلاجية للفن، وقد شجع مرضاه على الانخراط في الأنشطة الإبداعية، معتقداً أن ذلك ساعدهم على التواصل مع عقولهم الباطنة وتعزيز الشفاء الذاتي. كانت إديث كرامر رائدة أخرى في هذا المجال. عملت مع أطفال في أوروبا شردهم الحرب العالمية الثانية، ورأت كيف ساعدهم الفن على معالجة صدماتهم والتعبير عن مشاعرهم. سلط عملها الضوء على أهمية الفن كأداة علاجية للأطفال. لقد مهد هؤلاء الأفراد إلى جانب العديد من الأشخاص الآخرين الطريق ليصبح العلاج بالفن شكلاً معترفاً به ومحترماً من. لم يتوقف الأمر عند هذا الحد فحسب. لا تزال مساهماتهم تلهم وتثري ممارسة العلاج بالفن اليوم. سلطت أبحاث علم الأعصاب الضوء على التأثير العميق للفن على الدماغ. يحفز الانخراط في الأنشطة الإبداعية مناطق مختلفة من الدماغ، بما في ذلك تلك المسؤولة عن العواطف والذاكرة والمهارات الحركية. يمكن أن يؤدي الإبداع الفن إلى زيادة مستويات الدوبامين والسيروتونين، وهما مادتان كيميائية في الدماغ مرتبطان بالمتعة والشعور بالراحة. أظهرت الدراسات أن ممارسة الفن يمكن أن تقلل من التوتر والقلق. يمكن لفعل التركيز على العملية الإبداعية أن يهدئ اللوزة الدماغية، وهي جزء الدماغ المسؤول عن الخوف والاستجابات للتوتر، وهذا يسمح بالاسترخاء والتنظيم العاطفي. لقد ثبت أن العلاج بالفن فعال في علاج مجموعة واسعة من حالات الصحة العقلية، بما في ذلك الاكتئاب والقلق والصدمات. فهو يوفر منفذاً آمناً وسهل المنال للتعبير العاطفي، ويعزز الوعي الذاتي ويعزز المرونة. وفي نهاية الرحلة أود أن أشكركم على حسن استماعكم لنا، وأعدكم بالمزيد. تابعونا.